السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل شوية كشري مصري كده، مش مكلفين والله. بصوا، حاجة في منتهى الروعة وطعمه احلى من المطاعم. هعمل لكم شوية كشري بساط ومش مكلفين وموفرين فعلا. حكاية تمام، اجدع من اي مطعم. نصلي على سيدنا النبي كده في البداية ومع بعض. مبدئيا شوية الزيت اللي انا هعمل بيهم الكشري بتاعي كله. تمام، مقطعه البصلة جوانح زي ما انتم شايفين كده، وايدي بقى في البصلة عشان ما فيش واحدة تحمر وواحدة تصفر. والكلام ده عشان يبقى كله لون واحد ومفيش حاجة تتحرق منك. تمام، ايدك في البصلة كده على طول كده. بص تركايه حلوة قوي، هتنقلك الكشري في ناحية تانية. هتطلعي البصل بتاعك زي ما انت شايفة كده، جميل وكريسبي، ولا حطينا له دقيق ولا حطينا له نشا. بص هو رشة ملح بس، وقطعيه جوانح. يعني ايه، ما فيهوش اي حوارات. الطريقة سهلة جدا، مفيش حاجة ايه صعبة. تمام. كان عندي كام رغيف شامي كده، قلت ايه اقليهم ورا البصل زي المطاعم بقى. ما انا عايزه اخلي العيال تاكل الحاجه في البيت بدل ما يطلبوا من بره. يعني ما شاء الله احنا عشان نطلب وجبه كشري كلنا واسمها وجبه واحده او طقه واحده. خلينا كده ايه البساط احمدي. حطينا الميه على النار للمكرونه. تمام. عشان اطلب انا وجبه كشري من بره هتخش لها في 200 300 جنيه. طب ليه؟ طيب تعالوا بقى نعمله في البيت، وممكن ما يكلفنيش 60 70 جنيه، وهيفضل معايا اليوم كله. مش هناكل طقه واحده بقى وايه وخلاص بعد شويه ندور على الطقه التانيه. لا، يعني هيبقى موجود معايا اليوم كله، ممكن يبات منه كمان. تمام. بصوا هنا، انا خلاص حمرت العيش ده. طبق العيش ده عشان نجيبه بنجيبه 30 جنيه وكله عارف. يعني بخش مطعم الكشري عشان اطلب عيش محمص زي ده، بيديني محمرينه في الزيت طبعا بعد البصل وكده. بيدهوني بال 30 جنيه. شايفين البصل عامله ازاي بتتكسر، وحكايه جميله والله العظيم. هنا نزلت بالمكرونه، حطيت لها نقطتين زيت كده، وبديها غلوتين وبقفل عليها. انا المكرونه اللي انتوا بتحبوها، انا بحب اللي هي المكرونه الصغيره وعليها شويه سباكيت. انت بقى نوع المكرونه انت بتحبيه وبتفضليه اشتغلي بيها، مكرونه مشكله، مكرونه اقلام، اللي انت بتاكليه اعمليه. اللي ولادك بيحبوها اعمليها عادي، ده اكل. بتاخد غلوة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، وبقفل عليها بسيبها 3 4 دقايق على النار على البوتاجاز من غير مغطيها. يعني هو اللي حط لها في السلق بس ملح وزيت، وبسيبها 3 دقايق وبعد كده بصفيها من الميه السخنة واغسلها بالميه الساقعة. هنا بقى معايا معلقة توم مفروم، بحطها مكان ما كنت بقى عاملة البصل والعيش والكلام ده كله. بصي مش بتصفر، انا بشم ريحتها بنزل عليها بقى بالصلصة بتاعت عصير الطماطم اللي موجودة عندك. انا كنت مسبكة طبعا طماطم هي رخيصة وكنت عينها في التلاجة. هنا حطيت كيس صلصة على طول بقى، مش هياخد وقت. تمام، بتسعف والله يا جماعة. وكمان في الوقت ان حاليا الطماطم ب15 جنيه الكيلو. الله المستعان. نزلت بكيس الطماطم. هنا التومه زي ما قلت لكم يا جماعه، يا دوبك انا شميت ريحتها، ما اصفرتش ولا حصل فيها اي حاجه. وال والمكرونه كمان اهي اتظبطت، شايفينها عامله ازاي. انا كنت عامله العدس، ما صورتش العدس، انا كنت سلقاه يعني اي حد يسلقه عادي. تمام. تعالوا نشوف بقى التركه المهمه هنا في الصلصه. هنا انا بحط، بصوا، بشرة جوز الطيب، ما بكترش بهارات يا جماعه. بشرة جوز الطيب، وديت بهارات كشري بتجيبها من عند اي عطار وعايزه البهارات بتاعه الكشري. وحطيت سنه بسيطه من 7 بهارات. تمام. وهنا بقى دي التركايه، بتحطي شويه تقليه من اللي انت محمراهم، اللي احنا برشهم على وش الكشري. تمام. بتحطهم جوه الصلصه وسيبوهم ياخدوا غلوه واحده واقفلي. تمام. هي دي التركايه الحلوه قوي، يعني جميله، بتديلك للكشري او ريحه الصلصه جميله، كنت بتاكلها كأنك بتاكل في مطعم. كان عندي حد من العيال في البيت ما بياكلش الكشري بتاع البيت، يقول لي ما بحبوش، حرقان على صدري، مش عارفه ايه من الكشري. بس اما عملته بالطريقه دي والله العظيم، بصوا بقى عشقه من الاخر كده. يلا نحمر كوباية الشعريه. رز. يعني ربع كيلو شعريه على كوبايه رز بس. يعني على الكميه اللي احنا هناكلها، يعني لازم الشعريه تكون اكتر من الرز من الاخر. شايفين؟ كلكم ستات بيت شاطرين وزي الفل. بس احنا بقى نكمل الفيديو. هي تركات التركايه بتاعت الصلصه دي جميله قوي، يعني صراحه حلوه عجبتني. بتخلي ريحه الكشري اكنك بتاكلي في مطعم بالظبط. ما فيهوش حاجه تقيله. وحطيت معلقه سكر في الصلصه. هنا كان عندي وانا بسلق العدس، وكنت شايله شويه كده بميه العدس. يعني انا خلاص العدس دخل في السوا، كنت مكتره له الميه. شلت شويه عدس وخدت الميه بتاعته. وبعد كده دي تركايه مهمه جدا، هنا نزلت بالعدس بالميه بتاعته اللي انا كنت مخليها على الرز عشان يخلي لون الرز بني، يعني زي بتاع المطاعم بالظبط.
شايفين حكاية، اللهم بارك ما شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله، بجد في منتهى الروعة والجمال. الكشري بيتحدث عن نفسه. الرز يا جماعة بيتحدث عن نفسه، رزاية جنب رزاية، كل رزاية جنب اختها وبنت عمها زي ما انتوا شايفين. لا حكاية بسم الله ما شاء الله. هنا بقى هعمل الدقة، دقة سريعة، انا مبحبش احمر التومة دي. هي بصي هي دي الدقة الأصلية أصلا. المية تغلي، أنزل بمعلقة توم مفروم، أنزل بشوية كمون، وأنزل اللهم صل على سيدنا النبي، الخل. عايزة تضيفي لها حبة شطة يعني على الماشي كده، ضيفي لها تاخد غلوة واقفلي عليه كده. احنا ايه، عملنا الدقة وريحتها حكاية. بصي والله العظيم جميلة وخفيفة وما بتعملش حرقان، ولا تضيفي لها فلفل ولا أي حاجة. هي دي ايه، الدقة بتاعت المطاعم. لو انت حابة بقى تعملي الشطة على نظام المطاعم، انت تحمري الزيت وتنزلي بالشطة فيها براحتك. انا عشان برضو بخاف على ولادي، فخلينا ايه، البساط احمدي زي ما بيقولوا كده، واعملها خفيفة. باخد معلقتين صلصة على معلقتين من الدقة، وبنزل عليها على شوية شطة وكده. انا عملت الشطة بتاعتي كده بقى. هغرف لهم بقى اول طبق كده على الماشي كده، والله العظيم جميل ما شاء الله اللهم بارك. احط شوية مكرونة بقى، يعني اهو حاجة خفيفة. شوية الصلصة حكاية. جربي بقى الصلصة بالطريقة اللي انا قلتلك عليها دي، او اللي انت شفتها في الفيديو، روعة في منتهى الروعة والجمال. شوية بقى، ايوه لازم تعملي حبشتكنات كده وتحلي الاكل للعيال، مش تعبي وتقومي، لا لازم تحسسيه كده ان هو بياكل في مطعم. اه والله حاسسين ان هو بياكل في مطعم. اللهم بارك. وعملت لهم العيش كل حاجه عشان ما حدش يتنك عليكم يقول لك لا يا ماما طعمه مش زي بره ولا كده. شايفين الجمال، الكشري بيتحدث عن نفسه يا جماعه. والله الجميل لاختكم كده، وكومنت ربنا يصلح حالكم، وتصلوا على سيدنا النبي في الكومنتات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وتقولوا لي ايه رايكم. لو مش عاجبكم برضو قولوا لي لا مش عاجبني يا قمر. انا صورت على امكانياتي، ما كنت يعني ما كانش في دماغي تصوير، والله قلت يلا بالمره كده خلي الناس تاخد لفته كده عن الكشري. والله جميل في منتهى الروعة، والعين بتاكل قبل البق. وزين الدنيا كده، وجهزي لولادك وبألف هنا وشفا. الكشري ده كله ما كملش معايا 60 جنيه ما شاء الله يعني. انا لو هجيب من بره يعني وجبة واحدة، ممكن انا وعيالي وجوزها هتخش لها في 200 جنيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.